ان احنا عندي مساحه معسكرات كويسه، الفرق واللاعبين هياخدوا راحه من بين الموسمين، والناس زي اي دوري في كل العالم، بس مش هاخد حضرتك من بعيد. محمد هاني من منتخب مصر بطولة كأس الأمم كان دفاع منتخب مصر حوالي 7 أهداف في المباريات، وكان طبعا منتخب مصر فيها 3 مساكين يعني صراع، بيتكلم عبد المنعم حجازي في رامي ربيعه، ورامي ربيعه سجله مع النادي الاهلي مش من اللاعب اللي تقدر تعتمد عليه بسبب كثره الاصابات. هل يا كابتن حسام منتخب مصر يعاني دفاعيا، خاصه ان البطوله اللي فاتت مفيش اسوء من كده؟ هل من الممكن نشوف اسماء جديده، خاصه ان النتاج ضعيف من هؤلاء اللاعبين، وخاصه برضه يا كابتن حسام انت عارف يعني حضرتك جيت بمطلب شعبي في بعض اللاعبين خلاص يعني خدت فرص مع منتخب مصر، ولكن زي ما بيقولوا كده الكيل طفح منهم، فعلى مستويات معينه في بطوله كاس الامم، في كاس العالم بيبقى المردود ضعيف، وجربناهم في عدد من المباريات بيبقى مستواهم على يعني في حاجات، في سلبيات حصلت في البطوله اللي فاتت لبعض الظروف، كان في اصابات كبيره جدا في المركز ده بالذات، وزي ما قلت حجازي كان راجع من الاصابه، انا ما قلتلوش مش بكتب له عذر، لكن وجوده ان هو تحمل نفسه كان عامل عمليه كبيره، دي برضه اثرت في بعض المستوى اللي الناس كان مطلوب منه. المركز ده في مصر حصل عانى كتير من الاصابات زي ما انت عارف، يعني هو مش عارف، يعني في ناس كتير. رامي ربيعه ما لعبش في البطوله دي، لكن لما خد مباريات كتير بيحاول يرجع للمستوى اللي احنا نستفاد بيه. احنا دلوقتي لو انت من رؤيتك الفنيه في الدوري المصري او في الخارج في لعيب نقول عليه ان هو مثلا انا ما شفتوش في المركز ده، اعتقد لا، قول لي وانا هحاول اجيب، لكن انا في المرحله اللي جايه مركز جدا في كل المراكز وتحديد المركز ده، وفي نفس الوقت انا بامل المجموعه اللي انا اخترتها ان هي تأدي الدور بتاعها في المرحله دي الى ان يظهر الافضل، ولكن من وجهه نظرك الافضل دلوقتي في اللي انا اخترتهم من وجهه نظري يعني، واتمنى ان هم يقوموا بالدور وهيقوموا بالدور، وانا عارف كل مدرب ممكن مدرب ياخد من اللعيب ده 4 من 10، في مدرب ياخد 5 6 من 10، في واحد يوصل لابعد منه، بتاخد منه اقصى حاجه من الناحيه المعنويه ومن الناحيه الفنيه والبدنيه، فدي المدرب عليه دور كبير، زي ما كده المدرب والجهاز الفني ليه دور كبير جدا في زياده مستوى ومعدل اللعيب من الناحيه الفنيه والبدنيه. احنا بس لازم نعترف ان احنا فعلا في مراكز عندك في مصر في مشكله. انت عندك مشكله، انا هو يعني انت بتتكلم صح. الناس كلها وقتها اللي شافت البطوله الاخيره والماتشات الاخيره صح. انما انت عندك مشكله في مصر، في بعض المراكز بتعاني منها. انت عندك في يعني اللي موجود قليل جدا في المركز اللي بنتكلم عليه في حته قلب الدفاع، في مشكله. محتاجين مواهب تطلع تاني. فالفتره اللي جايه دي ان شاء الله بنتلاكم، كابتن حسام بنتلاكم الاتحاد بيطلع في زي ما انت قلت في من ناحيه برضه في الاطراف، في من حته يعني بشكل كويس الناس الموجوده اقوياء يعني يأدوا الواجب وسنهم كمان معقول الفتره اللي جايه. زي ما بقول لك تاني حته المساكين دي عندك مشكله في مصر. الديفندر الى حد ما برضه محتاجه يبقى في زياده، عندنا وفره ثانيه، او محتاجه يبقى في الشكل او المجموعه او لعيب او اثنين ثاني يبقوا موجودين مع الموجودين، يبقى الموضوع مكتمل بشكل كويس. الخط الامامي ماشي كويس، دي مجموعه على اعلى مستوى كلهم شبه بعض. ففعلا بس بلخص ان عندنا مشكله في دي، وان شاء الله اي لعيب صغير في اي مكان في الدوري الممتاز، اي كان هيبقى يقدر يقدر الغلط، هيبقى موجود، ما تقلقش. وده احنا شايفين وانت كلامك صح. الانديه اللي احنا اشتغلنا فيها بنجيب ناس، بنكتشف ناس وبتظهر بعد كده في انديه كبيره. وعايز اقول يعني احمد كوكا من الناس اللي هي انا برضه عشان تحضروا معايا وتبقوا عايشين معايا، يعني في لعيبه اختياراتها في تنوع، يعني لعيبه بتساعد اي مدرب من وجهه نظري ان هو بيلعب في اكتر من مركز. يعني اكرم توفيق بيلعب في نص الملعب وبيلعب ممكن يلعب ناحيه اليمين باك رايت مع محمد هاني. كوكا بيلعب ديفندر وممكن يلعب باك ليفت، يلعب مع محمد حمدي ومع احمد شوقي.
فانا بختار الفتره اللي جايه، لان زي ما قلت محمد حمدي في ايقاف، وان شاء الله نامل ان الاتحاد الافريقي يشيله، لكن بنهيئ محمد احمد شكري وبنهيئ ان كونكا ممكن يلعب في الحته دي وانا كل الناس كلها بتامل. انا شايف كونكا واللعيبه اللي هي موجوده مصطفى الجنوبي، في ولد كمان محمود صابر كل دول انا شايفهم، وفي الاسماعيلي نادر كل الناس دي موجوده، وفي اوفا في يدي وفي ولد بتاع زيد مصطفى، يعني كل الناس دي انا شايفها. اوعى تفتكر انا مش شايفهم كويس قوي، وان شاء الله يكونوا متأكدين في لعيبه اكتر من كده كمان، واللعيبه المصابين ان شاء الله يرجعوا لنا. يعني تخيل رمضان صبحي لما يرجع في حالته الطبيعيه، لما زيزو طبعا انا من الناس اللي تبني عليها، يعني مش زيه زي اللعيبه المهمه، لكن انا بقول لعيبه من اللعيبه اللي تبني عليه من الناحيه الفنيه كتير. فانا مستنيه ومستني محمد صلاح اللي هو حاجه كبيره جدا للكره المصريه، يرجع يكون هو مهيئ ان شاء الله فنيا ونفسيا يكون موجود مع منتخب مصر.